بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب. طبعا هذا الكمبريسر اللي حكينا عليه او ماطور الثلاجة اللي هو يعتبر ضاغط. هذه الولفات مالته اللي قلنا عليها القطع النحاسية اللي نشتريها ونلحمها عند جماعة الراديترات على مود نسوي ولفين. هذا ولف فتحه بهاي الطريقة، وهذا الولف الثاني نفتحه. طبعا هذا ماطور صغير قيمته تقريبا 15 إلى 20 ألف، بس ممتاز العمل مالته. شي يفيد هذا؟ يفيد ضغط منظومة التبريد عندك بسيارتك، يعني تشحنها بغاز العفو بالهواء 250 على مود تشوف الليق وين، او لا تسحب الهواء اللي باقي منها. طبعا بعد ما تفتح وتطلع الهواء ويكون الجيج عندك على الصفر، تسحب هذا الضغط ما تحت الضغط الجوي اللي هو الهواء اللي باقي بالفريز وبالراديتر الخارجي وبالانابيب بصورة عامة. هذا الماطور راح تجيبه انت يشتغل طبيعي ما بيه شي، او الضاغط او الكمبريسر، خاف واحد اسميه ماطور يزعل عليه. المهم بيوارين حار وبارد تقدر تخليه لبلك. شلون اعرف الدفع من السحب؟ تقدر انت تحدد يعني شغله وتشوف وين الدفع وين السحب، وتقدر تلف عليه. تجيب مثلا لون احمر تقول هذا تعتبر انت دفع، تريد الصبغه، هذا شيء راجع لك. ما تريد تسوي اي شيء بكيفك انت، مجرد ما تجيب الكهرباء تخليها تنطي حار وبارد بهالصوره هاي اشتغل. شوي البلاك اشتغل، فتجيب ايدك تخليها هنا قباله، راح تعرف وين السحب وين الدفع. فهسه هنا عندنا هذا جاي يطلع هواء، يعني هذا جاي يدفع وهذا جاي يسحب الهواء، يدخله من هنا ويطلع. حتى تشوفوه جاي يسمعون الصوت. اكو ورقه انا جبتها تشوفون، هاي ورقه عاديه. شوف شلون جاي يدفع، شوف هذا السحب، هذا سحب، هذا الدفع. على مود تقدر انه انت تعرف وين السحب وين الدفع. طريقة الربط عليه شلون؟ راح اشرح لكم طريقة الربط عليه. طريقة الربط هسه هذا عندي الماطور، وانا اريد اشحن سيارتي، اريد اخلي بها هواء بالجيج الاحمر على مود افحصها بالزاهي واشوف وين المكان اللي بيلك اللي هو يعني واشر ضارب او طاق احنا نسميه. عندك 3 خطوط، ازرق واصفر واحمر. دائما الازرق هو اللي يروح وين؟ يروح للسياره. طبعا بيكاك هنا اللي هو هذا تشده بيه بالجهه الثانيه على كيفك يتشب رخاوه، تشده تكمل تاخذه تروح. قلنا اكو هناك مكان تركبه بالسياره، وين؟ بخط الخدمه الواطي اللي هو السحب، اللي هو البايب اللي يجي عريض شويه سميك. هذا لما تريد تشحن لا تشحن بهذا. ليش؟ يعني من تريد تعبيها السياره هواء لا تشحن بهذا الكاك، تشحن بالثاني اللي قلنا عليه لونه احمر. ليش؟ هذا احتمال يضرب، يعني ما يتحمل. شوفون الضغط مالته، يعني يلا 120 انت تريد 250، فافضل بالكاك الثاني اللي هو هذا الثاني، سواء هذا او نفس نوعيه ذاك. ايضا تسحب هذه وتركبها بالمكان مالته وتضغط عليه ضغطه هيك وتهده وتركبه، شوفها تسحبه بعد ما يطلع. انتهى. فهذا ركبته هناك. ايش عندك؟ من اللي ينطيك هواء؟ هذا يسمونه خط خدمه، هذا الاصفر، اللون الاصفر يسمونه خط خدمه. فهذا وين تركبه بالضغط؟ قلنا احنا عندنا هذا الجو مالت الماطور اللي هي راح تدفع لنا هواء للسياره، تجيبه تركبه هنا، ثبته. راح يجي هذا يسحب هواء هذا الخارجي يدخل بالماطور، يضغطه بالكمبريسر يجيبه يمشي بالاصفر، راح يجي منه يدخل على العدسه، راح يدخل بالجيج. لازم هذه هنا السحب الازرق لازم مغلق، وهذا تفتحه على مود شنو؟ ان الهواء من يدخل بالعدسه راح يقرا لك ايش قد معدل الضغط، هذا تفتحه ويروح للسياره. اوكي، فراح يقرا لك ايش قد معدل الضغط. فهسه لو نجرب، انا راح اجرب، راح اسد لان عندي الجهه الثانيه ما راكبه بالسياره، يعني هذه ما راكبه بالسياره، فاذا افتحها راح يطلع الهواء بوس ماكو شيء. راح اضغط لكم شيء بسيط جدا جدا بسيط، بس على مود تشوفون انه شلون الضغط جاي يصير. هاي الكهرباء راح نطيه. شوف الجيج لازم ارفعه شويه بس باوعه. شوفوا لين فتحته، شوفوا شلون جاي يطلع، شوفوا جاي يصعد. هذا صوت التنفيس لان ما رابط على السياره.
بس ما راح يصعد بهالسرعه هذه، لان انت عندك ضغط والسياره يعني مضغوطه، فراح يصير صوت بالموتور يمكن ما مضغوط، ما يشتغل بقوه. فشوفوا هاي الطريقه راح تضغط الى ان يوصل 200 250 جو ال 250 230 وتفصله، راح يبقى هذا العداد معلق. وبعدها تروح تفحص انت بطريقتك اللي تريد تفحصها.